شوف الفارق امامك الان، راح تشوف الفارق امامك. لاحظ معي كريستيانو رونالدو صنع الكرة بهذا الشكل الى اوزيل هيغوين. لاحظوا الكرة وين؟ الكرة في الزاوية قرب المقص الايسر على يسار حارس المرمى غوركا إيرايزوس، وبالتالي هيغوين يسجل الهدف الاول في المباراة. هكذا تعبر الكرة وهكذا تدخل الكرة، تكون قوي، ولكن عنده 16 تمريرة صنع 16 هدف، هو الصانع الاول في الليغا. لكن شوف 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 ولاحظ معي من يصنع الاهداف اليوم، انه العملاق البرتغالي كريستيانو رونالدو. اضاع ضربة الجزاء نعم، ولكن ساهم في الهدفين. لاحظ معي، يا سلام يا سلام، كرة ما فيها عقد على الاطلاق، ما فيها مشاكل. باقي له جولين على اساس يوصل الى ميسي. الكرة الرأسية هي قوية، شوف يوم سدد ضربة الجزاء ما كانت قوية، لكن لاحظ الرأسية هنا قوية، وبالتالي في مرمى غوركا إيرايزوس، ومعلنة عن تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد.